اهلا بيكم. هوريكم النهارده ازاي نعمل كيكه الشوكولاته الطبقات. الكيكه دي من احلى واجمل الكيكات اللي ممكن تجربوها. كيكه ناجحه جدا، طريه شبه البراونيز، بتدوب في البق، مكوناتها سهله وموجوده عندنا كلنا، طعمها رهيب، بتخلص كلها في نفس اليوم. من جمالها حاجه حلوه ولذيذه للسهره. يلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. انا هند ودي قناتي، ويلا بينا نبدأ الوصفة. اول حاجة معايا 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ربع كوباية زيت نباتي، كوباية سكر. هخلط المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما يوصل لخليط لونه فاتح. هنزل عليهم بمعلقة صغيرة فانيليا، كوباية دقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة بيكنج صودا، معلقتين كبار كاكاو خام غير محلى. واخلط المكونات كويس مع بعض. هنا كنت نسيت احط رشة ملح. كده القوام تقيل زي ما شايفين. هنزل بباقي المكونات. معايا كوباية الا ربع لبن دافي، معلقتين كبار زبدة سايحة. هخلط كويس كله مع بعض لحد ما يمتزج. كده القوام بقى مظبوط. معايا بايركس مقاس 22، دهنته زيت. هنزل بخليط الكيكة وهدخله على فرن ساخن مسبقا، درجة حرارة 170، رف اوسط، من 15 ل20 دقيقة. دلوقتي هنحضر اول طبقة للكيك. معايا كيس كريم كراميل مع 2 كوب لبن، ونقلب الخليط كويس جدا لحد ما يدوب تماما، وهرفعه على النار مع التقليب المستمر لحد ما يتماسك. الطبقة التانية للكيك وهي صوص الشوكولاتة الرهيب. دي شوكولاتة مطبخ خام، جبتها غامقة عشان ما تبقاش مسكرة قوي. هقطعها قطع صغيرة وممكن تبشروها. هحط عليها ربع كوباية كريمة حلويات او ممكن لبن. بعد كده هدخلها الميكرويف تسيح على دقيقة او دقيقتين، وممكن نسيحها على حمام مية سخنة. بعد كده حطيت عليها معلقة زبدة صغيرة علشان تخليها تلمع، وممكن معلقة زيت، لغاية لما بقت بالقوام ده. صوص الشوكولاتة ده ممكن نستخدمه في اي وصفة تانية، سهل وطعمه حلو قوي. كده الكيكة كانت خرجت من الفرن، تسويتها مظبوطة جدا. انا سبتها تبرد. بعد كده هنا معايا نص كوباية لبن. هبدأ اشرب الكيكة كويس قوي. الحركة دي بتخلي الكيكة طعمها حلو وطرية جدا. بعد كده هنزل عليها بالكريم كراميل بعد ما برد تماما. هوزعه كويس وهدخلها التلاجة من نص ساعة لساعة لحد الكريم كراميل ما يتماسك شوية. هنا بعد ما خرجتها من التلاجة هنزل عليها باخر طبقة اللي هي صوص الشوكولاتة الرهيب ده. بعد كده هندخلها التلاجة تاني من 4 ل6 ساعات، بس انا مقدرتش استنى الصراحة، خرجتها بعد ساعة بس. بعد كده بتزينوها بأي حاجة بتحبوها، فورماسيل، شوكليت شيبس، وبنج كريم، ممكن فاكهة. بس كده. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي. واشوفكم بخير في فيديو جديد.